موقف لطيف جمع إمام مسجد في الجزائر بقطة أثناء صلاة التراويح، فقد وثق مقطع فيديو متداول لقطة جميلة تسللت فيها قطة إلى مسجد وتوجهت إلى الإمام لتعتلي كتفه. وفي رد فعل غير متوقع تعامل الإمام بلطف مع القطة التي حاولت مداعبته واللعب معه للحظات في وقت كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريبا. ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله. لاقى هذا الفيديو تفاعلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تداول العديد من المتابعين والصفحات الفيديو الخاص بالواقعة وسط إشادة بما حدث، مثل حسام بن حسين أثر فيني المقطع بشكل كبير جدا لدرجة أنني أعدته أكثر من مرة، جمع ما بين الروحانية والجمال تبارك الرحمن. وعن رحمة الإمام وموقفه قال سعيد أبو نوراء ما يلي: ما أجمل سماحة النفس ورقة القلب، الله جزاه خير على ردة فعله اللي تتسم بالرفق والرحمة والإحسان. أما يحيى بن علي المجمر فقد قال أن ما فعله الإمام يجسد معنى الدين الإسلامي وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كتب: إن مقام الوقوف بين يدي الله تعالى مقام تعظيم وحب ورحمة وخشية ورقة قلب، سواء مع الطفل أو الحيوان الأليف، هكذا هو فيض مشاعر الرحمة التي علمنا إياه نبي الرحمة الحبيب. في تعليق آخر عن تصرف الإمام قال أبو أحمد: تعامل الإمام جدا ممتاز ورائع، من أثر الخشوع لتلاوة القرآن لله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يحفظ أئمة المسلمين والمسلمات جميعا والمصلين كذلك يا رب العالمين. وأكد البعض أن المشهد يدل على روحانيات الشهر الكريم، حيث لم تتسبب القطة في أي إزعاج للمصلين، بل على العكس كان حضورها مرحبا به. وعن هذه النقطة قال حمزة حمود: سبحان الله، يقال أن القطط لا تقعد إلا في مكان آمن، قبل أن تقرب المكان يكون عندها إحساس تجاه إذا خير قربت وإذا شر بعدت، وفقا لوسائل إعلامية محلية. فإن الشيخ بطل الواقعة الموجود بالفيديو هو وليد محساس، إمام مسجد أبي بكر الصديق في مدينة برج بوعريريج. فما رأيكم مشاهدينا في هذا الفيديو وتصرف الشيخ مع القطة؟